في كتير مرضى بيسألونا عن خياطة الغضروف، ودائما المريض بيقول عم تنظف الغضروف ولا عم تخيطه. هون في هلا اليوم عندنا حالة انقلاع غضروف من المحيط. الغضروف من جوا سليم، الغضروف كله منقلع من المحيط. فنحن هاي الحالات بيستفيدوا بشكل جيد من خياطة الغضروف. راح تشوفوا هيك المراحل، انه نرجع الغضروف على المحيط ونخيطه ونثبته بشكل جيد، وبيستفيدوا كثير. عاملين كذا حاله نحن والحمد لله كانت النتائج رائعه. هلا هاي المرحله هلا ندخل الخيط عبر الجلد لجوا الركبه، وبناخذ الغضروف دخول خروج، بنرجع الخيط خارج الركبه ونثبت تحت الجلد الخيط. راح نساوي 3 عقد للغضروف. طبعا حالات خياطة الغضروف كمان تحتاج أدوات خاصة ومكلفة جدا. نحن هلا عم نساويه بطريقة المريض تقريبا $500. هيك حالات تكلف $1500 بس أدوات الخياطة. نحن حاولنا ما نكلف المريض بطريقة خاصة فينا تقريبا. عم نحاول نثبت الغضروف بخيوط ماكسون. هاي الخيوط تتأخر بالامتصاص فبساعد المريض ونوفر عليه شوي، ونتائجه تقريبا نفس نتائج الخيوط الغالية يعني. طبعا تكاليف خياطة الغضروف هي إذا عملناه بالأدوات المخصصة لخياطة الغضروف مكلفة جدا يعني. بس الأدوات تكلف بحدود $1500. هلا هون عملنا 3 قطط. هلا بتشوفوا من الداخل الغضروف شلون ثبت بعد ما شدينا الغضروف. شوف هاي 3 خيوط. هذا الخيط يمتص مع الوقت تقريبا بعد 8 أشهر، 7 أشهر 8، واحيانا تاخر اكثر. هاي هلا ثبتنا الغضروف الحمد لله صار ثابت 100% من جوا. هلا عم نشوف رجع الغضروف لمكانه وصار ثابت. طبعا هاي تحتاج انه المريض فترة استراحة حتى يتثبت الغضروف. دائما بنقول للمرضى الغضروف لما يكون مقطوع من الداخل ما بيستفيدوا. خلصت.